لما جسم بيترفع بيبقى عنده طاقة وضع جاذبية، وباستخدام رافعة بسيطة زي دي الطاقة بتاعته ممكن تنتقل لجسم أصغر. دلوقتي لما أسيب الوزن ده هيسرع ناحية الأرض، وهيحول طاقة الوضع الجاذبية بتاعته لطاقة حركة. وأول ما يخبط في لوح الخشب الزخم بتاعه هينتقل للجسم الأصغر وهيرميه لفوق في الهواء. بس المشكلة في الطريقة دي إنها مش فعالة قوي، وكرة التنس مش بتطلع لفوق قوي. هنا بيجي دور المنجنيق ده. أنا بنيته من حوالي سنة، وهو معمول ومصمم مخصوص علشان ينقل طاقة الوضع الجاذبية بتاعت الثقل ده لطاقة حركة في المقذوف اللي هو كرة التنس بكفاءة عالية جدا. لما تنطلق كرة التنس دي بتوصل من 0 ل 130 مايل في الساعة في أقل من ثانية، وبتطير لمسافة حوالي 80 متر لقدام. طيب إيه رأيك نعمل شوية تعديلات ونشوف ممكن نرمي المقذوف لفوق في الهواء لحد فين؟ عشان أقيس ارتفاع المقذوف اللي بيطلع من المنجنيق هستخدم جهاز قياس الارتفاع. بس مش عايز أحط جهاز قياس الارتفاع جوه كرة التنس لعدة أسباب مختلفة. أول سبب هو إن كرة التنس دي غالباً هتطلع عالي جداً في الهواء، وده معناه كمان إنها هتنزل بسرعة وهتخبط في الأرض بقوة، وده ممكن يعرض جهاز قياس الارتفاع للكسر. وكمان كرة التنس مش ديناميكية هوائية قوي بسبب السطح المغطى بالفرو تاعها. فأنا اللي عايز أعمله هو إني أطبع بجهاز طباعة ثلاثية الأبعاد جسم على شكل صاروخ، وده حيكون أكثر ديناميكية هوائية من كرة التنس. وكمان حيبقى فيه نظام لإطلاق باراشوت علشان جهاز قياس الارتفاع ينزل بهدوء وأمان. فده أول نموذج أولي. زي ما أنت شايف هو مش ديناميكي، هوائي قوي من فوق، وده علشان لسه مركبتش فيه آلية إطلاق الباراشوت. ده يعتبر نموذج تجريبي كده، وحطيت عليه مقدمة من الفوم علشان لما ينزل على الأرض إن شاء الله ما يتكسرش أو يكسر أي حاجة حواليه. السبب إني عملت النموذج ده هو إني أختبر جزء الإطلاق من الرحلة. فأنا ركبت القذيفة اللي طبعتها بالطابعة ثلاثية الأبعاد جوا المنجنيق، وربطت الخيط حوالين دبوس الإطلاق. يعني يا رب العملية تنجح. وأظن لازم نرجع ورا شوية ونجرب إطلاق سريع. تمام؟ في 3 2 1. تمام، الإفلات تم بنجاح. ما وصلش للارتفاع اللي كنت أتمناه. تمام، يلا نجرب تاني. بعد 3 ثواني. 2 1. ده مش كويس. صح، فالإطلاق اللي فات كان بنفس الإعداد بالضبط من ناحية تحرير الدبوس وتركيب الحزام، بس بدل ما يروح لقدام راح لورا، وانتهى به الحال في جنينة جاري اللي ساكن جنبي. أظن لازم نعيد التفكير بشكل جدي في تصميم الحاجة دي. على مدار الأيام الجاية قررت أجرب كذا مرة تانية بكذا طريقة تثبيت مختلفة، بس برضو كنت بعاني إني أخليه ينطلق بشكل موثوق. حتى لما المنجنيق رمى المقذوف في الاتجاه الصح كان صعب جدا أخلي المقذوف يفضل مواجه الهواء اللي جاي عليه بشكل مباشر. ده بيعمل مقاومة هواء كبيرة، وده بيضيع الهدف الأساسي من وجوده. في الحقيقة سرعة الإطلاق كانت بالكاد فوق 30 متر في الثانية، في حين إن كرة التنس بتطلع بسرعة حوالي 50 متر في الثانية، وكمان دورانها مش بيأثر كتير. يبقى كده جه وقت الخطة ب. الخطة ب هي إننا نلغي المقذوف اللي على شكل صاروخ ونرجع تاني لمقذوف كروي زي كرة التنس. بس إيه اللي أكتر انسيابية من كرة التنس؟ كرة الجولف. كرات الجولف مشهورة بخصائصها الانسيابية بسبب الحفر الصغيرة اللي عليها، بس هيكون صعب جدا إني أركب الارتفاع المقياسي ده، وكمان البطارية بتاعته جوه كرة جولف، وكمان نظام فتح الباراشوت. فاللي عملته إني طبعت باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد. كرة جولف مكبرة،
دي تقريبا بنسبة 187% من الحجم الأصلي، يعني تقريبا ضعف قطر كرة الجولف العادية. ولازم أقدر بسهولة أحط كل الإلكترونيات ونظام الباراشوت جواها. دلوقتي الكرة دي ما فيهاش أي حاجة مميزة، هي مجرد نموذج تجريبي علشان أقدر أجرب بيها شوية إطلاقات وأعرف سرعة الإطلاق ومسار الطيران. وكمان عملت مقلاع أكبر علشانها، لأن المقلاع القديم ما كانش ينفع مع الكرة دي، هو كان معمول على مقاس كرة التنس. يلا نحط دي على المنجنيق ونشوف هتوصل لفين في الارتفاع. تمام، أول تجربة لكرة الجولف المطبوعة ثلاثية الأبعاد الكبيرة في 3 2 1. واو، دي عالية قوي. بتضغط لفوق قوي. تمام، يلا نجرب تاني على 3 2 1. واو، ده عمره ما هيبقى ممل. الكرة الجديدة دي شغالة بشكل مسهل وبتطلع لفوق في الهواء بشكل عالي جدا. أنا مبسوط جدا من أدائها، والأهم من كده إنها بتطلع من الحمالة بشكل موثوق فيه. دلوقتي بالنسبة لسرعة الإطلاق، دي أبطأ شوية من كرة التنس، بس ده متوقع لأنها أتقل شوية. أنا أعتقد إن كرة التنس وزنها تقريباً تلتين وزن أو كتلة الكرة دي. بس السؤال الحقيقي هو، الكرة دي فعلاً بتوصل لفين في الارتفاع؟ دلوقتي دي الكرة اللي هتدينا الإجابة، أو على الأقل الأجزاء المختلفة من الكرة. دلوقتي من ناحية الإلكترونيات، فيه طبعاً مقياس الارتفاع، وفيه كمان البطارية اللي بتشغل كل حاجة، وكمان فيه الإلكترونيات اللي بتتحكم في فتح الباراشوت. مع كتير من مشاريعي بعملها بتحكم عن بعد بالراديو، علشان أقدر أشغل مفتاح في جهاز تحكم عن بعد وينزل الباراشوت. بس أنا كنت عايز أخلي ده أوتوماتيك بالكامل. فجوه هنا فيه جهاز قياس التسارع اللي هيكتشف ببساطة إمتى الكرة بتتطلق من المنجنيق. لما يكتشف تسارع أكثر من 2G، الأردوينو هيبدأ عداد 4 ثواني. بعد ما ال4 ثواني يخلصوا، السيرفو ده هيتحرك ويسحب الدبوس ده وكمان يفتح الباراشوت. يلا نجمع الكرة دي بسرعة ونشوف إذا كان الباراشوت هيشتغل ولا لأ. الاستيك ده بيمسك نصين الكرة مع بعض وبيتعلق حوالين دبوس السيرفو، ولو هزيتي دي بسرعة بعد 4 ثواني المفروض تتفتح زي بوكيمون بول غريبة اللون. يلا هزها كده، وبعدين تمام كده، وده بيطلع الباراشوت. فأنا أظن كده كله جاهز لتجربة إطلاق حقيقية. دلوقتي ركبت كرة الباراشوت جوه المنجنيق. لسه ما حطيتش جهاز قياس الارتفاع جواها، لأني عايز أختبر الأول إذا كانت الباراشوت هتفتح فعلا بنجاح. وكمان نقلت المنجنيق علشان إن شاء الله يضرب الكرة في اتجاه الحقل، والباراشوت ما تقعش في أي شجرة من اللي على الجنبين. يلا نشوف إذا كان الموضوع ده هيشتغل فعلا ولا لأ. قذيفة الباراشوت، أول تجربة في 3 2 1. يلا 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 يلا. أول محاولة. جميلة. يس، ده رائع جدا. الاختبار رقم 2 3 2 1.
ده مرضي جدا. بينزل ببطء جدا، يمكن محتاج باراشوت أصغر. مش عايزه يبعد قوي مع الهواء. بعد كده عملت شوية تجارب إطلاق تانية علشان أتأكد إن الباراشوت بيشتغل كويس، وكمان صورت شوية لقطات بسرعة عالية، لحد ما واحدة من عمليات الإطلاق انتهت بفشل كارثي في ذراع تريبيوشيه. وكمان الباراشوت اتعلق في شجرة، فوأنا بدور على ذراع جديد وأحاول أرجع الباراشوت. تعالوا نبص أكتر بتفصيل على اللي بيحصل. لما التريبيوشيه بيتحمل، الوزن المضاد اللي وزنه 15 كيلو بيترفع لمسافة 1.22 متر من وضعه النهائي. نقدر نحسب طاقته الكامنة الجاذبية عن طريق ضرب الكتلة في تسارع الجاذبية والارتفاع اللي ترفعه، وده بيدينا طاقة مخزنة إجماليها 179.5 جول. بس خلينا نقربها ل 180 جول، عشان القضيب اللي ماسك الوزن في الدراع غالباً بيزود شوية كتلة كمان. من هنا نقدر نحسب أقصى ارتفاع ممكن الكرة توصله نظرياً عن طريق مساواتها مع طاقة الوضع الجاذبية النهائية للكرة. لو رتبنا المعادلة دي عشان نطلع ارتفاع الكرة، هنلاقي أقصى ارتفاع نظري هو 166.8 متر أو حوالي 550 قدم. الارتفاع ده بيفترض إن النظام كله كفاءته 100% ومفيش مقاومة هواء بتأثر على الكرة، وده طبعاً مش واقعي. بس نقدر نستخدم القيمة القصوى دي عشان نحسب كفاءة النظام لما نعرف الارتفاع النهائي. ودي طريقتي العبقرية في استرجاع الباراشوت. أو يمكن لا. يلا بينا نروح على الإطلاق الفعلي. تمام، دلوقتي ركبت مقياس الارتفاع جوه الكورة، وكمان ركبت باراشوت أصغر عليها، فإن شاء الله ما تطرش بعيد مع الهواء. الدنيا هوا جامد دلوقتي، في رياح خفيفة جاية من قدام، بس إن شاء الله ما تطرش بعيد مع الباراشوت الصغير. يلا نشوف الحاجة دي هترتفع لحد كام فعلا. تمام، اختبار الكورة بمقياس الارتفاع في 3 2 1. دي فتحت متأخر. ما قدرناش نقرب أكتر من المنجنيق بصراحة. يلا نشوف الارتفاع. ممكن ما يبانش ده في الكاميرا، بس مكتوب عليه 61 متر، وده تقريبا يعادل 200 قدم بالضبط. يلا نجرب كام إطلاق كمان ونحسب متوسط أقصى ارتفاع. فبعد ما جمعنا كل بيانات الارتفاع، الكرة وصلت لمتوسط ارتفاع 59 متر أو 193.6 قدم، وده حوالي 35% من أقصى ارتفاع متوقع. ده معناه إن 65% من إجمالي طاقة الوضع اللي بدأنا بيها ضاعت. دلوقتي نقدر نقيس سرعة انطلاق الكرة باستخدام الفيديو البطيء، واللي بيطلع لنا سرعة 41 متر في الثانية. من هنا نقدر نحسب الطاقة الحركية للكرة بعد الانطلاق مباشرة، وده بيبين إن 49% من الطاقة بتضيع في عملية الإطلاق نفسها، والباقي 16% بيتفقد بسبب مقاومة الهواء. يعني ده بيبين إن كرة الجولف الكبيرة يا إما انسيابية جدا، أو إن المنجنيق بتاعي مش فعال خالص. في كل الأحوال منظر الإطلاق ده ممتع جدا. اختبار كرة، مقياس الارتفاع في 3 2 1. أيوة 1. أيوة 1. جميل. يبدو إنه الغطايات اتشالت. 1. ممتاز. وبما إننا بنتكلم عن تصميم التريبيوشيه، أنا ما قدرتش أرفع الملفات على الإنترنت
لأنه برنامج فيوجن 360 كان بيهنج كل مرة أحاول أصدر فيها النموذج. فعشان كده أنا بنيت نموذج الكاد من الأول خالص ورفعته علشان تقدروا تبنوا واحد بنفسكم لو حابين. رابط الملفات هيكون تحت في الوصف. وبكده يبقى احنا خلصنا. أنا عملت أكتر مقذوف تريبيوشيه آمن في العالم. لو عجبك الفيديو ده أو لقيته ممتع هيكون جميل لو سبت لايك، ولو انت جديد على القناة وعايز تشوف مشاريع زي دي دوس اشتراك تحت. وشكر كبير جدا 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 لكل الداعمين بتوعي على باتريون. انتم السبب في ان الفيديوهات دي بتكون ممكنة، وبصراحة ما كنتش هقدر أعمل مشاريع زي دي من غير دعمكم. فشكرا لكم جدا، شكرا مرة تانية على المشاهدة، وأشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة. أوه لا لا لا، افتح. دارج على ورا. كنت فاكر إن ده كان كويس. مش عارف أنت شايف ده كويس ولا لأ، بس الكرة شكلها كأنها متقسمة لأجزاء كتير. مش كويس.